رأيت بابا مفتوحا في السماء، وسمعت صوتا كأنه أبوك يقول: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يكون بعد هذا. وكان العرش محاطا بقوس قزح كالزمرد، وأمام العرش بحر زجاجي يشبه البلور، وحول العرش 4 كائنات حية لا تهدأ ليلا ولا نهارا، قائلين: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء. ببساطة كده، ال4 كائنات الحية بترمز إلى خصائص السيد المسيح. الأسد بيمثل القوة، أما الثور بيمثل الخدمة، والإنسان بيمثل الحكمة، والنسر بيمثل السمو الروحي. أما بقى عن ال24 شيخا، يمثلون الشعب والمؤمنين من العهدين القديم والجديد، يعني مش من عهد واحد بس، 12 سبطا و12 رسولا. ورأيت في اليمين الجالس على العرش كتابا مختوما ب7 أختام، وبكيت كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحق أن يفتح الكتاب. ثم رأيت حملا قائما كأنه مذبوح، وله 7 قرون و7 عيون، هو الذي يستحق أن يفتح الكتاب ويفك أختامه. ال7 أختام بتشير لأحداث الدينونة اللي هنشوفها في المستقبل. أما بقى لو على ال7 قرون فهي دي بترمز إلى القوة. أما الحمل المذبوح والمسيح اللي انتصر بموته على الصليب، وال7 عيون بترمز للروح القدس اللي بتشوف كل شيء. ثم رأيت جميع الملائكة حول العرش والشيوخ والكائنات الحية، وكانوا يسبحون الله قائلين: مستحق هو الحمل المذبوح المجد والكرامة والقدرة. البخور في المجامر ده بيمثل صلوات المؤمنين اللي بتطلع لربنا كعطر مقبول. أما بقى عن التسبيح الجماعي، في المشهد ده بيعكس الفرح الكوني بخلاص ربنا. الفيديو ده بس بيقدم لمحة بسيطة عن المجد السماوي وسيادة الله الأبدية، مع التأكيد على دور السيد المسيح في الخلاص.